انتي بتغسلي بشرتك غلط. ايوه، لو مش بتعملي الخطوات دي، سواء بقى قررتي تعملي دبل كلينسنج او حتى بتستخدمي الغسول العادي بتاعك. مبدئيا الغسول الزيتي بيتحط على بشره ناشفه وبتدعكي بشرتك من دقيقه لدقيقتين وبالراحه، ولو عندك حبوب ملتهبه ما تحطيش الاويل كلينسر عليها. بتفتح عليا يا جماعة ومش بتحرقني. بعد الغسول الزيتي بتحطي ميه على بشرتك، لو اللون الابيض ده ما ظهرش ارميه لان هو كده ملهوش لازمه. خطوه الاماسيفيكيشن دي مهمه قوي عشان تضمني ان الغسول الزيتي نضف بشرتك كويس. انا بقالي فتره بستخدم ميكسون اويل كلينسر الصراحه ومريحني كحد بشرته دهنيه وحساسه، ما عمليش جفاف ولا التهاب. اوعي ما تغسليش بشرتك بالغسول العادي بتاعك بعد الغسول الزيتي. والغسول العادي ليه طريقه استخدام معينه، بتحطي منه على ايديكي وبتحطي شويه ميه دافيين وتدعكيه في بعضه كده لحد ما يتكون الفوم اللي انت شايفاه ده، وبعد كده بتعملي مساج لبشرتك من 30 ل 60 ثانيه عشان تضمني انك نضفتي بشرتك بعمق. اول مره في حياتي استخدم غسول فيه ساليسيليك اسيد وسنتيلا مع بعض، حللي المعادله الصعبه كحد بشرته دهنيه وبيطلع لها حبوب ان هو بينضف كويس ومن غير ما بشرتي تكون ناشفه. ده غسول مكسون بالسنتيلا. انا حاسه ان انا بشرتي نورت وبقت بتزيق من كتر النظافه. اعترفي وقولي لي انه خطوه كنتي بتعمليها غلط وانتي بتغسلي بشرتك.